انا واحده جربت البروتين، جربت الترميم، ويجي جوزها يقول لها اصل انت عندك شعريه في شنبك، ولا انت هتفضلي لما لي شعرك كده كتير. انسي انسي كل الكلام ده خالص. كل الستات والبنات والعرايس تجمع هنا عشان جايلكم في موضوع مهم جدا جدا. بسيبكم من ديلي، مالكمش دعوه بديلي، وركزوا في الكلام اللي هيتقال. اهم وارخص الادوات اللي لازم تكون عندك، وبعد ما تجربيهم هتندمي ان هما ما كانوش عندك قبل كده واستخدمتيهم، لانهم اولا منقذين جدا ومنجزين جدا وموفرين جدا جدا. مين فينا ما بتصرفش شيء وشويات على الكوافيرات والبيوتي سنتر؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب وباحسن حال. انا جايلك النهارده بحاجتين هيخلوكي في البيت نانسي عجرم حقيقي. انت هتدعيلي عليهم. انت عارفاني انا كده كده مش بجيلك الا بالملخص والمفيد، فلو سمحتوا بقى وروني كلام حلو كتير في الكومنتات وطبلوا لي كتير قوي قوي، عشان أنا الايام دي بالذات عندي جفاف عاطفي. وعلى فكره بعد استخدامهم هتحبي نفسك قوي، وهتحبي الاهتمام بنفسك، وهتحسي نفسك كده انك اتبدلتي الانثى انثى بزياده. بصي، معروف ان زينه الست شعرها. شعر الست ده ساعات بيكون نعمة وساعات بيكون نقمة، وهنا بالذات انا ما بقصدش شعر الراس، هنجيله شوية كده هقولك انا اقصد ايه. لو انت واحدة بتنزلي كل يوم الصبح تروحي الشغل وعندك شوية شعر في وشك، الشعر ده بيكون عامل ايه الصبح في الشمس؟ بينور في الوش، بيكون واضح جدا. وفي ستات بقى اجوازاتها بتكون عقدة حياتهم ان هم يشوفوا اي شعرايه في وشها، بالذات في المنطقه اللي احنا بنقول عليها الشنب. مع حق بصراحه، الراجل ما يخلصش شغله وقعدته على القهوه ويجي في الاخر يلاقي سيد شلبي في البيت. وعشان اروح كوافير او بيوتي سنتر عشان اعمل وشي، مش هروح وانا عندي شعريتين في وشي او لسه الشعر بيبدا ينبت مثلا، او في شعريه طلعت وشعريه لا لازم يكون وشي فيه شعر وهنا فيه شعر وحواجبي فيها شعر عشان اروح فعلا للكوافير. وعشان اروح الكوافير او البيوتي سنتر عشان اعمل وشي لازم هطلع بشعريتين. طيب ولو قلتلك ان بقالي سنة ونص ما روحتش كوافير الا مرة واحدة بس، هي كانت مرة واحدة في العيد، وقسما بالله انا جيت من عند الكوافيرة انا عملت اعادة لوشي كله تاني. ايه دي بقى يا سهى؟ دي الفلولس، مكنة لازالة شعر الوش. بصي انا مهما اتكلمت عنها بامانة ربنا هي خطيرة. نازلة اي مكان او في حد جالي مفاجئ 3 دقايق بالظبط قدام المراية بكون مخلصة وشي كله وحواجبي وكل مكان، مخلصة وشي ومن غير ما يكون فايتني ولا شعرايه. ركزي في النقطة دي وحطي تحتها مليون خط. بصي يا ستي، ده شكل علبتها اهو، خديها سكرين شوت دلوقتي، انا مش عايزه بس الاضاءه تكون فيها. ده شكل العلبه بتاعتها. هنا هي مكتوب عليها بلاولس، بس هي اسمها المفروض فلاولس، بس هي دي تقريبا الكوبي، يعني هي دي اكيد يعني مش الاصليه على سعرها اللي انا هقوله لك ده دلوقتي اصلا، يعني انت هتتصدمي. بس هي مكتوب عليها بلاولس بس هي اسمها فلاولس. لو لقيتيها مكتوب بدل الاف بي برضو مفيش مشكله، انت خديها سكرين. لما بتيجي بقى بتفتحيها كده بتلاقي بقى جواها ايه. ده بيكون المنظر من جوه، تمام. بتيجي وصلة شاحن، وبيجي الفرشة اللي بننضف بيها الفلولس بعد الاستخدام، وبيجي معاها دي الوش ده كده، ده للوش وللمكان اللي هو الشنب يعني اللي فوق الشفايف. وبيجي معاها القطعة دي كمان بتاعة الحواجب. واحلى حاجة بقى في القطعة دي انها بتشيل الشعر الزايد من الحواجب بس من غير ما تحددها او ترسمها. بصراحة انا طول عمري بحب حواجبي تكون كثيفة ومش مرسومة وعريضة. عارفة انت حواجب البنات اللي في اولى اعدادي؟ انا بحب حواجبي تكون كده وما تسألنيش ليه. اما بقى عن طريقة استخدامها، فهي في زرار هنا كده بتشغليه، بتعمل اضاءة بسيطة وبتحطيها على وشك زي ما انا هعمل كده دلوقتي بالظبط، وبحركة دائرية اهو كده كده كده. طبعا هنا كده على المناطق دي كل حاجة كله، وهنا اللي هي العدسة والحتت اللي هي بصي كده. وانتي واقفة قدام المراية تاخدش اي وقت ابدا ابدا. ودي وهنا برضو كده تحت السوالف انا بحدد كل ده وبعمل كل ده بيها. عايزة اعمل حواجبي ببدل القطعة دي، انا شلتها اهو وبركب التانية وبشغلها برضو
وببدأ اهو اعمل كده تحت حواجبي، بس انا عشان مش شايفة دلوقتي في الكاميرا ربنا يستر بس. وبمشي برضو من فوق لو عندي اي مثلا ايه شعر كده زيادة، يعني اي مكان انت عايز اي شعر زيادة شيلي، دي هتشيلهولك. هتشيل اي شعر في وشك حتى لو الشعر سميك او الشعر وبري، وما تقلقيش ابدا، ولا بتزود شعر الوش ولا بتخدر الوش، تقلقيش من كل الكلام ده. هي مش بتقعد نفس الفترة بتاعة الفتلة او الشمع، يعني مثلا بالفتلة او الشمع انت ممكن تعملي كل 10 ايام، دي ممكن انا بعمل بيها مرتين في الاسبوع. بس بصراحة موضوع المدة انا مش متضررة منه قوي. ليه بقى؟ لانها مش متعبة، يعني مش متعبة في عمايلها ان اتضرر ان انا كل شوية اعمل، لا، ولا في وجع، ولا بتوجع الدراع مثلا او بتخلي الوش يلتهب ويحمر ومتبقيش قادرة ولا اي حاجة. هي هي من جواها موس، انا شفت من جواها موس، بس هي حاجة مخصصة للستات. يعني انت مثلا ما تقوليش دي زيها زي المكنة الرجالي، لا، الموس بتاع المكنة الرجالي غير دي. زيها مثلا زي الشفرات اللي البنات بتستخدمها دلوقتي، اللي انا عمري في حياتي ما حطيتها على وشي بصراحة، مش عارفة اسمها ايه، الفلامينجو تقريبا، الفلامينجو، زيها زي كده. انت فاهماني؟ طيب سعرها كام؟ الفلولس من سنة ونص كنت جايباها ب180 جنيه، سألت عليها امبارح عشان اعمل لكم الفيديو ده ب220 جنيه، وهتلاقيها على امازون بس هتكون اغلى شوية. انا جايباها من محلات ادوات التجميل اللي بتبيع المكاوي والسشوار، انت فاهمة الكلام ده يعني. تعالي بقى للجهاز التاني واللي خلاني برضو مرتاحة جدا جدا فوق ما تتخيلي. دي ايه يا سهى؟ دي فرشة الشعر اللي كنت في فيديو فات قلت لكم عليها، من ضمن الحاجات اللي استخدمتها في شعري وفرقت معايا وخلتني مرتاحة. ولقيت الكومنتات كتير جدا، معرفتش ارد على تلات ارباعها. يا سهى نوع الفرشة، يا سهى صورها لنا، يا سهى يا سهى يا سهى. انا النهاردة جاية وجايبها لكم وهتكلمكم عنها بالتفصيل. دي فرشة شعر. اولا كده فرشة الشعر دي انا بعمل بيها ايه؟ انا بنشف بيها شعري بعد الحموم، لان انا عقدة حياتي الشعر المكمكم، او اني انا الم شعري بعد الحموم. الموضوع ده بيعمل قشرة، بيعمل عجينة في الشعر، بيضر فروة الراس. ومهما قلت بفوطة انشفه بفوطة او حتى انشفه بالسشوار التاني العادي، كان بيحرق الشعر، بيضر شعري. من ساعة ما استخدمتها وانا بقيت فردة شعري باستمرار، وما بقيتش ألمه ابدا، بقيت سايباه على طول. فرقت معايا فرقت معايا كتير جدا. حتى انا لسه عامله بيها شعري، بص لسه ما لحقتش حتى انضفها، بالذات ان انا كمان فتله شعري الفتله اللي هي الخفيفه الهايشه الضعيفه، اللي هي اصلا ما تستحملش درجه حراره عاليه. حلوه ليه بقى الفرشه دي بالذات وعجبتني؟ عشان ولا هي مكوى ولا هي استشوار، حاجه كده بين البنين، عمليه جدا ومريحه جدا جدا. يعني انا بقف قدام المرايه ومثلا شعري بكون فرقه 2 وبفضل اعمل كده والف كده، بينزل بقى على عارفه انت اللي هو اللي من تحت المكسور كده، من تحت متني كده من تحت، تحفه فوق ما تتخيلي، ويفي. حتى القصه شعري كله بيكون ايه، جاي ويفي كده، وعمايل الشعر مش متعبه ابدا. ومش بس كده، اللي لاحظته كمان انها بتدي فوليوم للشعر، حتى لو شعرك خفيف جدا لا هتحسي ان هو منفوش، هتحسي ان هو تقيل مش ملزق. بصي بقى عايزه اقولك على حاجه، انا كنت جايباها اصلا وفاكراها هتكون اضعف من السشوار، لا هي طلعت زيها زي السشوار بالظبط. يعني طلعت سخنه، درجه حراره سخنه، بس في درجتين، وده اللي خلاها بقت كويسه معايا، ان انا بقيت بعملها على الدرجه الاولى. يعني دي الدرجه الاولى، لا تصدقوا ايوه لا كده دي 0 1 2 3 3 درجات، 3 درجات لسه مكتشفه حالا. لا انا بعملها على الدرجه الثانيه. الدرجه الاولى مش بتدي سخونيه قوي، بتحسي ان هي بتنشفي يعني على البارد. انت بقى شعرك مجعد شويه،
او عاوزه تخليه مفرود خالص زيه زي كانك عامله سشوار ومكوه، اعمليها على الدرجه الثالثه. اهم حاجه لما تيجي تنشفي شعرك اصلا في العموم بتنشفيه بعد ما بتاخدي الدش بساعتين، عشان ما تجيش بعد كده تقولي الشعريه بقت ضعيفه، الشعريه بقت بتتكسر، انا شعري بقى بيقع. الشعر عشان تنشفيه باي حاجه باي عامل خارجي لازم بتنشفيه بعد الدش بتاعك بساعتين، مش قبل كده. وعايزه شعرك ما يكونش ولا مدهن ولا ملزق خالص، اغسليه كويس جدا بالشامبو، اغسلي فروه راسك واغسلي الشعريه كويس قوي، واطلعي من الحمام ما تدهنهوش باي حاجه، ولا كريم ولا زيت ولا اي حاجه. اقعدي ساعتين وبعد كده نشفيه بيها واي بيبي اويل. فريده تعالي ممكن تجيبي لي الزيت اللي هو بتاع الشعر من جوه، اللي هو في الحمام. البيبي. بعد ما بتنشفي بقى شعرك بيها بتقومي عامله ايه؟ شكرا يا فريده. بتقومي حاطه نقطتين من اي بيبي اويل، مش شرط جونسون يعني، حاطه نقطتين في ايدك وتقومي مدخله في شعرك كده وتجيبي والاطراف. بصي شعرك هيغني لنفسه لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي، بسمعه كده مهفهف وفي نفس الوقت مش ملزق مش مدهنن. يعني في شعر كده تيجي تعمليه تلاقيه ملزق ومدهنن بيكون بصراحه حاجه مقرفه، لا ده جميل، شعر مهفهف بيطير. بصي انا جايبه لك عشان اوريكي انا عندي ايه جوه. انا عندي اهي بيبي ليس براون الاصليه، ماشي. عندي من امتى دي؟ عندي من 2014. هي خطيره يعني، بتكوي وبتعمل ويفي كده من بره وكل حاجه، لكن بتبهدل الشعر. المكوى برضو بتبهدل الشعر، بالذات لو انت عايزه تعملي باستمرار. لو انت بقى خايفه من موضوع الوضوء، لا ما تقلقيش، نشفي بيها واتوضي ملسي على شعرك عادي خالص، هتلاقيه مش هيتكسر للدرجه اللي هي قبل ما تعمليه اصلا، لا هيبقى بسيط خالص. وبعد ما بخلص ال5 فروض بتوعي بمسكها وبعيد بيها على شعري برضو كأني بسرح. انا اصلا بقوم كل يوم الصبح بعيد على شعري بيها ايه يعني، بعد ما بغسل وشي وافطر وكده بعيد بيها على شعري. انا خدت على ان شعري يكون بيها باستمرار. بصي انا واحدة جربت البروتين، جربت الترميم، جربت كل ما هو مسميات لفرد الشعر، كلها بوظت ودمرت شعري، خلتني صرفت فيتامينات وعلاج بدم قلبي عشان خاطر اعالج شعري. فمستحيل احط اي مادة تاني ايا كان اسمها ايه، معالج، ترميم، بروتين، بلا بلا بلا، كل ده ملهوش اي 30 لازمة، كلها نفس المادة اللي بتحرق الشعرايه. فلو انت عروسة انصحك بيها جدا، انصحك بالاتنين بصراحة. لو انت بتتضايقي من شعرك وانت قاعده في البيت عايزه تخليه مفروض على طول، شعرك مكسر، شعرك هايش، شعرك مجعد، هاتي الفرشه دي وحقيقي على ضمانتي. اسمها ايه؟ عشان السؤال اللي اتسالته 200,000 مره في الفيديوهات اللي فاتت. اسمها، بصي خدي لها سكرين كده واعكسي انت الشاشه وهقولك على اسمها برضو عشان لو مش باينه قوي. اسمها VGR. VGR مش منتشرة قوي، يا رب تكون باينة اهي، مش منتشرة قوي بس اقسم بالله تنافس براندات خطيرة بمعنى الكلمة. ولا هيجي بقى يقولك انت عندك شعرية في شنبك ليه، ولا انت هتفضلي لمالي شعرك كده على طول، ابدا انسي كل الكلام ده. جبت الفرشة دي بكام؟ جايبها ب1000 جنيه، 1000 جنيه بس. هي نفس سعرها من 6 شهور لغاية دلوقتي، سعرها ما اتغيرش. بس بصي اسألي في كذا محل كده برضو من محلات ادوات التجميل، لان هي مش بتتلاقى كتير. يعني انا جنبي محلين، في محل قال لي يعني، في محل كانت عنده دي اخر واحدة، ومحل تاني قال لي انا كان عندي منها واحدة بس واتباعت. فانت ممكن حتى توريها المحل جنبك وتقولي له انا عايزة زيها بالظبط. في حاجة كمان عاوزة اقولك عليها ومن رأيي، اللي هي لازم تكون عند اي عروسة او عند اي ست، وهي مكنة براون لإزالة الشعر. حتى لو انت بتعملي سويت او بتعملي ايا كان او الشمع او اي حاجة، لازم تكون عندك المكنة براون الملاقيط. ليه بقى؟
او ايه فايدتها؟ بصي، السويت بتشيل شعر من الجسم قولي بنسبة 95%. البراون بتشيل من الجسم بنسبة 100%. والمدة اللي بتطلع فيها الشعراية اللي متشالة بالبراون نفس المدة اللي بتطلع فيها الشعراية اللي متشالة بالسويت. مش معنى كده اللي بقولك استغني عن السويت واستخدمي البراون. البراون هيكون ليها لازمة بس بعد السويت، هتشيل الشعر الصغير اللي هو السويت مش عارفة تشيله، اللي هو لسه بينبت. وفايدتها ايه بقى؟ هتخليكي ناعمة خالص بعد ما تعملي السويت، هتخلي مفيش حرفيا ولا شعرايه في جسمك، يعني جسمك معمول بضمير. ولما تبقي طبعا عامله جسمك بضمير ده هيزود المده. او مثلا لو انت متعوده بتعملي جسمك بعد كل شهر، لا ممكن تعملي بعد شهر ونص، بعد شهرين. اللي بيخلينا نعمل باستمرار ان انا شلت شعر بس فيه منبت، فالمنبت ده طلع، فبعد كده مضطره ان انا اعمل تاني، وبعد كده اللي انا عملته اصلا نبت، فهضطر ان انا بعد 20 يوم ولا 25 يوم اعمل تاني. لا، لما تعملي مره واحده بضمير وباتقان هتلاقي نفسك بتعملي بس كل فتره طويله. وما تقلقيش ابدا، هي مش بتقطم الشعرايه، لا هي بتشيلها من الجذور. ومش هتلاحظي اي فرق ما بين الشعرايه اللي اتشالت بالسويت والشعرايه اللي اتشالت بالبراون. الفرق الوحيد اللي هتلاحظيه هو انك بقيتي ناعمه بزياده. البراون بقى سعرها كام؟ سعرها حاليا بصراحه انا معرفش خالص، هي بقالها عندي 11 سنه انا كنت جايباها، هي والمكوه دي من 11 سنه. دي براون الاصلي سلك بيل 3 اهي. بصي يعني هي حتى بصي طالع عينها، المفروض ان هنا في زرار البنك بتاعها واللمبه بتاعتها، يعني بصي هي طالع عينها. دي كنت جايباها من 11 سنه ب 350 جنيه، والمكوه كانت ب 450 جنيه. فانا مش عارفه بصراحه سعرهم دلوقتي كام. انت ممكن حتى لو لقيتيها غاليه شويه تجيبي حاجه براون برضو تكون ملاقيط تنفعك من بعد السويت. بس كده، وهو ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون فاتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد. قولولي لو عايزين نتكلم في حاجه انتوا عايزين تسألوا فيها، قولولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله بإذن الله هكلمكم فيها الفيديو الجاي. اشوفكم على خير وانتم احلى ستات، ويلا سلام.